بتعلن رسميا عن موعد انطلاق بطولة انتر ميلان، وزي ما كنا متوقعين هي هتكون يوم 6 مارس، يعني يوم الخميس القادم. والبطولة دي هتكون زي بطولة بايرن ميونخ يا صديقي، يعني الجولة الأولى هيكون فيها 5 فتحات مجانية على باكج بيزك للإنتر ونقاط إي فوتبول. أما الجولة الثانية بقى فدي اللي هيكون فيها ال 50 كوينز يا رجالة. وكمان مع نزول البطولة دي يوم الخميس القادم هنشوف حزمة جديدة، وهي حزمة انتر ميلان طبعا، ودي هي الحزمة الأخيرة اللي هتنزل معانا للأندية الشريكة. يعني شفنا حزمة الأرسنال، وعندك كمان برشلونة وإي سي ميلان واليونايتد والبايرن، وأخيرا يا صديقي هنشوف الإنتر اللي طبعا هيكون على رأسها المدرب إنزاجي، اللي هيكون دبل بوستر يا صديقي، وهيكون برضه بيرفع مهارتين عند اللاعبين. ونتمنى طبعا تكون المهارات اللي بيرفعها مهارات مهمه زي السرعه والتسارع مثلا، او غيرها بقى من المهارات اللي بترفع الريت الاجمالي عند اللاعبين. وطبعا متوقع كمان يكون بيلعب باسلوبين لعب مختلفين بنسبه كبيره جدا. هيكون اول اسلوب ليه هو الكويك كاونتر او الهجمات المرتده المعروفه بتاعه انزاجي، مع اسلوب لعب تاني بقى زي الاستحواذ مثلا، او ممكن كمان لونج بول كاونتر. فهو متوقع طبعا يكون مدرب مميز جدا. اما على مستوى اللعيبه بقى فعندنا لعيبه برضه مميزه جدا، يمكن ابرزهم هو القناص لوتارو مارتينيز، وعندك باستوني طبعا مدافع مميز جدا، ومعانا نيكولو باريلا برضه، وعندنا كمان دي ماركو واحد من الاظهره الممتازه، وغيرهم بقى من اللاعبين اللي الى حد ما ممكن تستفاد بيهم سواء في التشكيله الاساسيه بتاعتك او حتى في تشكيله الدوري الايطالي. وكمان مع نزول الحزمه دي هنشوف لاعب جديد في متجر نقاط اي فوتبول، ولكن ده بقى صديقي متوقع انه الى حد ما يكون لاعب متوسط او ضعيف كمان. يعني كالعاده عندك ساشا بوي، ده لاعب سيء جدا طبعا، هو السريع بس فقط لا غير. اما الخبر الثاني اللي معانا بقى فهو عن الحمله الجديده القادمه للاحتفال برقم جديد من التنزيلات للعبه على جميع المنصات، يعني زي ما كونامي كده عودتنا وزي الحملات اللي نزلت قبل كده. والمفترض طبعا يا شباب ان الحمله اللي جايه تكون هي حمله ال 850 مليون داونلود. ولكن احب اقول لك بقى ان الاخبار اللي معانا بتاكد ان اللعبه حاليا بالفعل تخطت 850 مليون داونلود، وده من فتره قريبه كمان. ولكن شكلها كده يا صديقي بنسبه كبيره مفيش احتفاليه لل 850 مليون داونلود، لان المتوقع ان كونامي تحتفل على طول بال 900 مليون داونلود، او ممكن جدا كمان تخلي الموضوع مميز اكتر وتحتفل بال 888 مليون داونلود زي ما عملت كده لما تخطت ال 780 مليون داونلود ونزلت حمله ال 777، يعني علشان يكون رقم مميز اكتر. وحتى كمان شفنا مع الحمله دي احداث مميزه جدا، زي طبعا اننا استلمنا 777 كوينز مجانا، وقدرنا نجمعهم بقى من المهمات والاحداث اللي نزلت معانا مع الحمله دي. وكمان يا صديقي مع الحمله دي شفنا حزمه للاعب ايبك وهو بيريز طبعا لاعب ارسنال بالرقم 7 برضه علشان يكون طبعا متماشي مع الحمله. فهي يا صديقي كانت حمله جامده جدا. والاخبار اللي معانا يا صديقي بتاكد ان لو حمله ال 850 مليون داونلود ما نزلتش يوم الخميس القادم لانها بالفعل تخطتهم يا صديقي، فيبقى ده كده معناه ان كونامي مستنيه فتره بسيطه لحد ما تتخطى كمان ال 888 مليون داونلود وتنزل بقى بالحمله دي يا صديقي علشان تكون مميزه اكتر بكتير. وطبعا ساعتها ممكن جدا نشوف حزمه جديده برضه للاعب ايبك بالرقم 8 زي مثلا زي روبرتو مع باير ليفركوزن يا صديقي، او حتى اي لاعب تاني يا صديقي اسطوري من الاساطير بالرقم 8 ينزل معانا. ومش شرط يكون لاعب من نادي شريك، لان طبعا كلنا شفنا حزمه لفرناندو توريس عادي جدا. فمش مهم طبعا ان النادي يكون شريك، ولكن مهم ان اللاعب نفسه يكون بينزل في اللعبه عادي جدا. واحنا في معانا اساطير جامده جدا